السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيجي نعمل بحاجات متوفرة عندنا في البيت حاجة حلوة جدا، وإن شاء الله تعجبكم والنتيجة هتطلع هايلة، وكمان هتطلع معانا طرية زي ما انتوا شايفين كده، وهشة وقلبها مفتح وطعمها في منتهى الجمال. تعالوا نعمل مع بعض الدوناتس بطريقة سهلة جدا، وإن شاء الله النتيجة هتطلع معاكم هايلة. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية، وهحط عليهم معلقتين كبار من السكر ورشة ملح. هي دي المواد الجافة بتاعتنا. بدأت اللي انا اديهم تقليبة كده مع بعض. تمام. بعد كده معايا بيضة، هبدأ اللي انا احطها وهحط عليها كيس فانيليا، ومعايا كمان كوباية الا ربع من الحليب دافي او بدرجة حرارة المطبخ. هو لو في السقعة هيبقى دافي طبعا، في الجو الحر اللي احنا فيه ده هيبقى بدرجة حرارة المطبخ عادي جدا لان الجو حر. قلبت بقى البيضة مع المكونات بتاعتي وحطيت كل كمية الحليب بتاعتي. المقادير دي مظبوطة جدا جدا، وهتطلع معاكي طرية وحلوة. هفضل بقى اعجن فيها لحد ما تتلم معايا واعجنها كويس، وتبقى معايا ملمسها ناعم وعجينة طرية. فضلت اللي انا اقلب فيها لحد ما اتلمت معايا بالشكل ده. فضلت اعجن فيها حوالي 5 دقايق. تمام. بعد كده معايا معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، تبقى يعني ايه، مش اللي هي جامدة اوي تكون في التلاجة علشان ما تخرز منك. تمام، بتبقى سايحة كده. هتبدأي بقى اللي انت تقلبيها في العجينة بالشكل ده، وانت بتقلبيها هتلاقي العجينة اتقطعت معاكي. هتقولي ده العجينة كده باظت، لا العجينة ما باظتش ولا حاجة. هتفضلي تعجني فيها شوية هتتلم معاكي وهتبقى زي الفل، وهترجع ناعمة تاني وجميلة جدا. الزبدة دي هتديها بقى طراوة وطعم حلو جدا. شايفين متقطعة ازاي؟ احنا ولا يهمنا، هنفضل نعجن لحد ما تتلم معانا تاني، وهتبقى عجينة ناعمة وملمسها ناعم وجميل. زي ما انتوا شايفين كده اتلمت معانا ورجعت لطبيعتها تاني زي الاول. شايفين طريقة ازاي؟ ما شاء الله عليها. هبدأ بقى اللي انا احطها في البولة تاني واغطيها واسيبها لحد ما تخمر. بلمها بقى تاني عشان انا فردتها، وبعدين هحطها واغطيها. بعد ما تخمر هنرجع نشوف هنعمل ايه فيها تاني. كده العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت، عايزة اقول لكم ان ريحة العجينة طالعة تحفة جدا. هبدأ بقى اللي انا اقطعها لكور صغيرة على حسب حجم الدوناتس اللي انت عايزاه. عايزاه كبير او صغير ممكن تعمليه ميني دوناتس، حسب بقى الحجم بتاعك. تمام. فالحجم ده يبقى حلو جدا، وحاولي اللي انت تخلي الكور كلها قد بعضها علشان في الاخر يبقى كله حجم واحد ويبقى شكله حلو. الكمية بتاعتي عملت لي دول. تمام. بعد ما كورتهم بالشكل ده هسيبهم بقى يرتاحوا شوية قبل ما نشكله. تمام. 10 دقايق مش اكتر، او اقل من 10 دقايق كمان، يعني على ما نخلص كده ونلم الحاجة اللي هي حوالينا نبدأ اللي احنا نشتغل فيها. تمام. احنا بقى نعمله من غير قطاعة ولا اي حاجة علشان ما تحتريش. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بتجيبي كده الكورة اللي انتي عملتيها وبصبعك كده في النص بتعملي خرم فيها، وبعدين بتلفي بايدك كده علشان تتساوى معاكي. مش اكتر من كده، ولا محتاجين بقى قطعة ولا حاجة. وطرية تحت ايدي وتحفة جدا. بس وبعدين بتركنيها على جنب. شايفين؟ تعالوا نعمل كمان واحدة. بعملها بصبعي كده وبعدين بايديا بفتحها وبسويها كمان. تمام. تعالوا نبططها شوية صغيرين علشان لسه هي هتخمر كمان، يعني بس ما تبططيهاش قوي، حاجة بسيطة بس خالص. وتركنيها على جنب. لو عندك ورق زبدة اعملي عليه. انا كان ورق الزبدة خلص من عندي بصراحة ونسيت اللي انا اجيب، فحطيته على المفرش السيليكون، قلت علشان ما يلزقش وكده. بس الافضل اللي انت تحطي على ورق زبدة، وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها هبدأ بقى اجيب اكياس كده، كيس تلاجة فتحته
وغطيته بيها وحطيت فوطة كمان عليه وهسيبه لحد ما يخمر. شايفين ما شاء الله خمر وتضاعف خمره الخمر بتاعه. بعد كده جبت زيت سخن وزيت غزير وحطيته في الطاسة كده، ولا يكون سخن قوي ولا يكون بارد، ويكون وسط كده علشان ما يتحرقش مننا، وما نحطه تبقى النار متوسطة. نوطي النار تخليها وسط، تمام، علشان ما يتحرقش منك بسرعة وقلبه يستوي يبقى زي الفل. بصوا بقى، انا لما حطيته على المفرش السيليكون وجيت اشيله الخمر بتاعه بيهدى شوية. انما لو انتي حطاه على ورق زبدة، هتحطي ورقة الزبدة على طول في الزيت، مش هتيجي ناحيته، فالخمر بتاعه يفضل زي ما هو، فهيحافظ عليه. تمام. وبعد كده هتشيلي الورقة وهي في الزيت بتتشال بكل سهولة. بس طلع معانا برضو زي الفل، يعني حجمه برضو حلو ما شاء الله. بس لو ما كانش شلته بايدي وكده زي ما انتوا شايفين، كان برضو الارتفاع بتاعه هيبقى اكتر من كده. بتحطيه اول ما بياخد لون، هو ما بيستحملش بصراحة، عشان كده بقول لكم خلوا النار وسط، ما تبقاش عالية قوي. ما بياخد لون بقوم قلباه على الجنب التاني، وبعد كده ما ياخد لون من حلو من لون من كل الجناب، بقوم شايلاه حاطه كده مناديل مطبخ علشان يتصفى عليه. هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. بعد ما خلصت الكمية، شايفين ما شاء الله واخد لون تحفة وكله حجم واحد. تعالوا بقى هنزينه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندي شوكولاتة خام سيحتها على حمام مية بالشكل ده، وما حطيتش عليها ولا زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، هي الشوكولاتة بس كده مش اكتر. تمام. وبعدين باخد الدوناتس وبحطها كده على الشوكولاتة، بدهنها بيها وخلاص. وفاتحة كيس جنبي هحط عليه، ممكن برضو لو عندك ورق زبدة وعايزة تحطي عليه. هعمل بقى كل الدوناتس بتاعي بنفس الطريقة، بحطها في الشوكولاتة. والكمية اللي انا عملتها دي اخدت مني قالب شوكولاتة واحد، اللي هو 200 جرام. وعندي شوكولاتة اللي هي الفورماسيل الملونة دي. قبل الشوكولاتة بتاعتي ما تجمد، حطيت على كام واحدة كده شوية من الشوكولاتة دي علشان تمسك فيها، لان لو سبتها للاخر على ما اخلص الشوكولاتة هتجمد ومش هعرف احطها، مش هتمسك فيها. فانا حطيتها. ومعايا برضو شوكولاتة بيضة سيحتها وحطيتها في كيس كده، وفتحته فتحة صغيرة، وبدأت اللي انا احطها كده ازين بيها على الشوكولاتة اللي انا عملتها السودة. ايه رأيكم؟ ادت منظر تحفة. عايزة تسيبي الشوكولاتة زي ما هي كده اللي انتي عملتيها في الاول براحتك، مش عايزة تحطي اي زينة ولا شوكولاتة ولا اي حاجة، عايزة تسيبيه سادة براحتك برضو، المتوفر عندك واللي انتي حباه. عايزة تزينيه باي حاجة تانية، ممكن كراميل او اي حاجة تانية انتي حباها براحتك خالص. شايفين بقى شكله تحفة ازاي؟ مستوي وخد لون معانا حلو جدا، والتزيين بتاعه سهل وبسيط وشكله تحفة يفتح النفس بصراحة. زي ما انتوا عارفين وحدة الدوناتس دلوقتي بكام بره، فانت ما تعملي المقدار ده تعملي كمية حلوة جدا لولادك وهينبسطوا منها وهيوفر عليكي كتير جدا. تعالوا بقى نشوف كمان كده واحدة نفتحها مع بعض ونشوف طريقة قد ايه ما شاء الله وهشة وحاجة كده شايفين ما شاء الله بجد طرية وقلبها مفتح وريحتها وطعمها في منتهى الجميل. ايه رأيكم بقى؟ عايزاكم تجربوا الوصفة النهاردة، هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب.